اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا سهلة وسريعة تنفع كوجبة رئيسية وبدون نشويات. هنستخدم فيها البتنجان وهنعمل معاها فراخ، والوصفة عبارة عن برجر البتنجان بالفراخ. يلا بينا نعرف الطريقة ازاي. اول حاجة هنجيب صينية هنحط فيها ورق الزبدة وهندهنها بمسحة من زيت الزيتون. بعد كده هنبدأ نحط شرايح البتنجان، وده سمك البتنجان زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل 6 شرايح او على حسب طبعا الكمية اللي انتوا تحبوها. هندهنها كمان من الوش بمسحة من الزيت. هنتأكد بس ان الزيت غطى الشريحة كلها، وبعد كده هنضيف لها رشة من الملح وندخلها الفرن. هنجيب معانا صدور فراخ، وممكن نستخدم صدور على وراك بس ما ينفعش نستخدم وراك لوحدها. بعد كده هنضيف لها عصير الليمون زي ما انتم شايفين، وملح وفلفل اسمر واي نوع بهارات فراخ احنا نحبه. هنضيف لها كمان فصين من الثوم وهنحطهم عليها، وهنبدأ على طول نفرمها في الكبة، وده شكلها بعد ما فرمناها. هنجيب صينية هندهنها بمسحة من الزيت، وهنبدأ نشكل بقى قطع الفراخ على شكل شرايح البرجر. ونتحكم طبعا في حجم وسمك قطعة البرجر على حسب طبعا شريحة البتنجان اللي احنا عاملينها. علشان نسويها ممكن ندخلها الفرن او نسويها على صينية او طاسة من فوق زي البرجر العادي بالظبط. بعد كده هنحط لها مسحة من الزيت وندخلها الفرن. هنجيب بقى شرايح البتنجان زي ما انتم شايفين كده، ومعانا الفراخ. هنبدأ على طول نقدمها، اوريكم الطريقة ازاي سهلة جدا ان احنا نقدم البرجر. هنحط شريحة من البتنجان وعليها كمان شريحة من الفراخ، وبعد كده هنحط شريحة من الخس. ممكن نستخدم كمان طماطم على حسب ما احنا نحب اي نوع من الخضار، وممكن نستخدم شرايح من الفلفل. ممكن كمان نعمل لها صوص طماطم عبارة عن عصير طماطم عليه ملح وفلفل ومعلقة من زيت الزيتون. نحطهم على النار بس لحد ما صوص الطماطم شكله يغير شوية، ونحط منها معلقة صغيرة مع البرجر. زي ما انتوا شايفين كده خلصنا الكمية كلها. شريحة من البتنجان عليها شريحة من البرجر وعليها شريحة كمان من الخس وشريحة بتنجان. عملت لها بقى هنا صوص حلو جدا عبارة عن طحينة وعصير ليمون وملح وفلفل. طبعا نقل الطبق في حتة تانية وخلى طعمها خطير جدا. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، ولو حابين وصفات اكتر بالشكل ده ياريت تكتبولي وتقولولي في الكومنت تحت، وهستنى دايما تطبيقاتكم وتعليقاتكم. وده شكل البرجر بعد ما قدمته. بألف هنا، ونتقابل في فيديو جديد.